رغم استمرار ويلات الصراع المستمر منذ سنوات، ما زالت العاصمة السورية دمشق تحتفظ بعبق أجواء رمضان التي لطالما تميزت في هذه المدينة العريقة. الأذان الجماعي في المسجد الأموي الكبير ما زال يبث في الأرجاء نفحات روحانية فريدة في الشهر الفضيل، متحديا ضيق حال البلاد والعباد. هذا الأذان يتفنن في أدائه المؤذنون بحيث يكون لكل يوم وكل وقت نغمة ومقام، ويعتبر تقليدا قديما اعتاده السوريون حتى بات من أساسيات أجواء رمضان السورية. ليس بعيدا عن المسجد الأموي الكبير يقف سوق الحمدية شاهدا على انهماك الدمشقيين في التبضع بما تسمح له الأحوال، علما أن الاقتصاد في الإنفاق تحول إلى عادة اضطروا لاتباعها تماشيا مع الغلاء النسبي الذي عرفته البلاد في السنوات الأخيرة. بالمختصر بسط ما في، يعني هي أول شيء من الناحية النفسية، ثانيا الحالة الاقتصادية ما عاد تسمح لا الواحد يجيب لا معمول ولا يجيب حلويات ولا يجيب الشغلات اللي كان يحتفل فيها الواحد، فالجو كله بشكل عام صار يعني يختلف عن رمضانات السابقة. يترحم الدمشقيون على السنوات التي سبقت القتال، ولكنهم يؤكدون أنه رغم ذلك فإن الأسواق السورية ما زالت تقدم ما يناسب قدرات المواطنين على اختلاف قدراتهم المادية. الناس كانت وضعها مرتاح أكثر من هلا طبعا. هلا الحمد لله على كل حال، نحن ما عم نحكي على بلدنا بالخصوص، انا اي رفقات كثير برات البلد، الغلا وين ما كان. كل واحد بحضر لرمضان على قد مستواه. تنزل على الاسواق، الفقير بياكل والغني بياكل. والحمد لله. هي الشام التي لطالما كانت عصية على الموت وما زالت تكابر على جراحها وتستقبل رمضانا آخر بالصبر والإيمان على أمل النصر على الإرهاب. تذكير بأبرز